سي ميلان وانتر ميلان. مين اللي هيتأهل النهارده؟ انا اكاد اجزم ان اقسم بالله ما حدش من الفرقتين كان بيحلم من اول الموسم ان هو ممكن يوصل لنهائي دوري الابطال، ولكن هي الظروف خدمتهم وفرقتين وصلوا لنص النهائي وفي فرقه منهم هتوصل للنهائي. ولو انت جيت بصيت من الاسبوع اللي فات للنهارده الظروف ما اتغيرتش كتير، يعني لياو لسه مصاب واسماعيل بن ناصر اللي احنا ظلمناه المره اللي فاتت طلع فعلا مصاب والنهارده عمل عمليه وهيقعد على اثرها 6 شهور. فالميلان زي ما هو والانتر زي ما هو، حتى الملعب فهو ملعب مشترك، يعني مفيش حد مثلا راح ملعب التاني والتاني هيبقى في بلد تانيه فهيبقى عنده ميزه الارض والجمهور. هو نفس الملعب بتاع الاسبوع اللي فات، نفس التشكيله بنفس كل حاجه، ناقص يجيبوا نفس الحكم. لكن الاداره والطاقم الطبي بيعافر ان يخلي لياو يلعب شويه، ولكن صعب جدا حتى لو لعب النهارده فهيلعب مصاب ومش هيدي 100% من مجهوده. فانت لو جمعت كل المعطيات فاكيد الانتر هي اللي هتكسب. الانتر عندها الجوده بتاعت اللعيبه افضل وصفوفها مكتمله، لكن صراحه القلب بيريد اي سي ميلان اللي تتاهل وتلعب النهائي. شوف الميلان هتكسر التوقعات ولا الانتر اللي انا برشحها ان هي تتاهل النهارده هتتاهل، اللي هنعرفه النهارده بالليل. اخيرا وليس اخيرا كان معكم